اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل كل يوم احلى من اليوم اللي قبله. النهارده هنتكلم كالعاده عن موضوع مهم جدا، وهو النهارده مقاومه الانسولين. الانسولين ده هرمون مهم جدا للبقاء على قيد الحياه. الموضوع بجد مهم فوق ما تتخيلوا. طيب، عايزين نعرف ازاي بيحصل مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين بتحصل لما المشكله عندي مش في نقص الانسولين، لا، لو الانسولين زاد عن العادي بكتير، الخلايا هتبدأ تقاوم الانسولين ده وهيحصل مشكلة مقاومة الانسولين. طيب، ازاي بيحصل؟ في العادي احنا لما بناكل سكر الدم بيعلى، ولما سكر الدم بيعلى البنكرياس بيطلع لي الانسولين علشان يروح يوطي السكر ده تاني. ودايما الجسم بيبقى في حالة توازن، كل ما حاجة تعلى يحاول ان هو يفرز حاجة تانية توطيها، والعملية دي بتبقى اسمها هوميوستاسيس. الجسم بيحاول يحافظ على التوازن الداخلي له. طيب يا دكتور، لو انا طول الوقت باكل، لا وغير كده كل وجبة فيها نشويات، معلش اصل انا لازم اكل بعيش، معلش اصل انا لازم احلي بعد الاكل، اصل انا لازم احط كاتشب مع الاكل. طيب وبعدين، وحاجات بقى كلها دقيق وسكر، وحاجات مش هيلثي خالص، فده كله هيخلي الجسم في حالة هايبر انسولينيميا. يعني ايه؟ يعني الانسولين عالي وطول الوقت عالي. فلما الانسولين يعلى، لما الخلايا تتعرض لهرمون بكمية كبيرة جدا، بتبدأ الخلايا تقاومه، ومن هنا تبدأ عملية مقاومة الانسولين. المفروض اول ما اعرف ان انا عندي مقاومة انسولين، عندي تو اوبشنز ملهمش تالت. يا اما اوبشن ان انا اول ما عرفت احاول بقى اتغير واغير عادات اكلي، يا اما هفضل كده وما ساعتها ما تلومش غير نفسك، لان هيبقى عندك امراض الدنيا والاخره، واقلها السكر، اللي السكر اصلا نفسه عنده مضاعفات كتير جدا، هو لوحده كفايه، فبالك ان هو يعمل امراض غير السكر كمان. طب ازاي يا دكتور اعرف ان انا عندي مقاومة انسولين؟ هنعرف عن طريق حاجتين: اعراض هتظهر عليك، وتحاليل. ايه الاعراض اللي هتظهر عليك؟ اول حاجة، لو قعدت ساعتين من غير اكل هتلاقي نفسك دايخ تعبان، مش طايق تكلم حد، مش قادر تعمل اي حاجة. فده حصل ليه؟ عشان السكر قل. طب يا دكتور ازاي السكر قل؟ احنا قلنا دلوقتي كل ما احنا عمالين ناكل 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 طول الوقت، الانسولين هيعلى جدا في الجسم، ولما الانسولين يعلى جدا في الجسم هيوطي السكر جدا في الجسم. فلما السكر يقل في الجسم هيظهر عليه اعراض نقص السكر، اللي هو دوخان، مش طايق نفسه، تعبان، مش قادر يتكلم مع حد، زهقان طول الوقت. ودي اعراض في الاول بتظهر في الاول، بس طول ما انا ما بغيرش العادات الاكل، طول ما انا ما باكلش صحي، طول ما انا كل الوقت عمال باكل، فانا هفضل في نفس السايكل ومش هخف، وهفضل في نفس الاعراض ونفس كل حاجه، وبالذات الموضوع بالعكس، الموضوع هيزيد وهيقلب بالمرض السكري. مقاومه الانسولين ليها تاثير على حاجات كتير قوي في الجسم، اقلها ان هي ممكن تعمل السكر. تاني حاجة، من الأعراض تؤكد إن أنت عندك مقاومة أنسولين: لما بقلل السعرات أو بعمل دايت علشان أخس، ما بتخسش بسهولة، ولو خسيت بسهولة كمان اللي حوالين البطن ما بيخسش، وحوالين الجناب. تالت حاجة هي الزوائد الجلدية وغمقان في أماكن معينة في الجسم، بس للأسف دي بتبين ان احنا كده وصلنا لمراحل اخيره من مقاومه الانسولين، وساعتها لازم ناخد قرار ستريكت ونغير كل العادات اللي بتخلي الموضوع يزيد. ده بالنسبه للاعراض. طب ايه يا دكتور التحاليل اللي ممكن نعملها عشان نعرف عندنا مقاومه انسولين ولا لا؟ هو IR Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance. معناه ايه؟ ده بيقيس مقاومه الانسولين زي ما احنا عارفين، فدلوقتي هو عملناه والنتيجة طلعت. المفروض يبقى ايه؟ لو النورمال لحد 2، فانا المفروض ما اوصلش للنورمال، يعني ما اوصلش لاخر النورمال، ولا ابيه على طول، يعني مش 1.9 لا، ولا 1.8. المفروض مثلا ابقى في 1.6 1.5 كده، ما اوصلش لاخره. ده اول تحليل. تاني تحليل هو الفاستنج انسولين، يعني
بعمل تحليل الانسولين الصائم. بصحى الصبح ببقى لسه على صيامي وبروح اعمل تحليل انسولين. برضو المفروض يبقى اقل في نص النورمال، ما يبقاش في اخر النورمال، لان كده انا داخل على البري دايابيتك اللي هو مقاومه الانسولين، اللي بعدها هتبقى الدايابيتك اللي هو السكر. طيب تالت تحليل معانا هو الهيموجلوبين A1C، وده بيقيس السكر التراكمي، وده كمان مهم جدا في مقاومة الانسولين. عادي احنا ممكن نختار واحد منهم ونشوف الاعراض اللي انا قلت عليها. لازم يكون على الاقل 2 أو 3، يعني هما لو حد عنده مقاومة الانسولين هيبقى عنده كل الاعراض اللي انا قلتها. عايزين نأكد ونزود تأكيد، نعمل واحد من التحليل اللي انا قلت عليه. طب ازاي يا دكتور هنعالج مقاومة الانسولين؟ دلوقتي احنا عرفنا المشكلة فين، هنعالج المشكلة ايه بقى؟ ان انا طول اليوم عماله ادخل اكل ما باخدش ميل فجأة، ميل في وقت معين والميل بعدها ب6-7 ساعات. لا، انا طول الوقت عماله ادخل اكل، فالانسولين يعلى، فالسايكل ما اتكسرتش. فاحنا لازم نكسر السايكل عشان نحل الموضوع. هنعمل ايه؟ الحل السحري لمقاومة الانسولين هو الصيام المتقطع. هصوم قد ايه؟ مش هتفرق قوي، من 14 ل 18 ساعة عادي زي ما تحب. المهم بالنسبة لي ان بين التو بيج ميلز اللي هناخدهم ما يكونش فيه اي نقنقه ولا سناكس ولا كل شويه اصل انا ما باكلش كتير والله، ده انا بس بنقنق حاجه في النص. ما هو غلط، ما انت حاجه في النص ده كل شويه عمال تدخل حاجه للجسم، فكل شويه يطلع انسولين تاني، فلما يطلعه بنسبه كبيره الخلايا هيحصل لها مقاومه منه ويحصل لها مقاومه انسولين. غلط. هناخد تو بيج ميلز بس، وبينهم مش هناخد اي حاجه غير ميه. عايز تعمل اي حاجه اشرب ميه. طب في التو بيج ميلز دول هنعمل ايه؟ اول حاجه الفطار هيبقى فطار وغدا. الفطار هناخد فيه ايه؟ الفطار هيبقى عموما الوجبتين هيبقى بروتين بيس، يعني اساسها البروتين. فطار ممكن بيضتين 3 اللي انت تحبه عادي. وممنوع في الفطار النشويات، مش هينفع ناخد نشويات خالص. لو انت خلاص هتموت على النشويات ممكن تاخدها في الغدا، ومش كل يوم، هيبقى يوم ويوم. يعني مثلا خدتها السبت مش هاخد الحد بقى، اخد الاثنين وهكذا. فالفطار هيبقى كذا بيضة مش عارف ايه، وكمان هاخد خضار، وكل لحد ما تشبع. ليه؟ لان انت لو كلت كميات بسيطة هتيجي كمان ساعة تقول انا جعان جدا مش قادر وانا مش هينفع معايا نظام الصيام ده، انا مش قادر اركز. لا، جسمك هيفهم، والله جسمك بيفهم الحاجات الطبيعية. لو كلت 3 بيضات هيقولك خلاص اوكي انا شبعت مش عايز تاني، علشان تقدر تكمل لحد الوجبة التانية. لان انت هتقعد حوالي 7 أو 8 ساعات لحد ما توصل للغدا، لان احنا مش هيبقى الفطار وبعدها بساعتين الغدا وطول اليوم بقى هنعمل ايه. فالمفروض مفيش نشويات خالص. لو هناخد نشويات هيبقى في الغدا. طب هناخد نشويات ايه؟ بطاطا او بطاطس، ممكن بقوليات زي الفول مثلا. المهم البطاطا او بطاطس حتى هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى مسلوقه او مشويه. مستحيل اخد حاجه مقليه في الفتره دي. احنا بنعالج وعايزين ناخد قرار ستريكت يغير حياتنا، لان احنا داخلين في حاجه صعبه. طيب العلاج التاني ايه؟ تاني علاج لمقاومة الانسولين وهو ان انا اعمل دايت لو كارب. اللو كارب دايت ده بنعمل فيه ايه؟ بنشوف احتياجنا اليومي من الكالوريز كام، وسي نقول ان هو 1500 كالوريز. فهاخد انا اقل منهم، لان حرفيا اي حاجة هتساعد ان جسمك يخس هتساعد في حل مقاومة الانسولين، واي حاجة هيلسي هتساعد برضو ان احنا نقلل مقاومة الانسولين. لو 1500 كالوريز ده احتياجي اليومي، فانا مينيموم اخد، يعني الرينج اخد من 1000، ماكسيموم قوي اخد لحد 1200 كالوريز في اليوم. يعني هعمل حوالي جاب كده 300 كالوريز عن اللي انا محتاجه، وهقلل منهم ال 300 دول علشان يبقى افكتيف في علاج مقاومة الانسولين. تالت حاجة افكتيف جدا لمقاومة الانسولين وهي مهمة جدا لضبط سكر الدم، هي ان احنا نتمشى. لازم نتمشى ونتخلى على sedentary لايف ستايل شويه، اللي هي حياه الناس الكسالى اللي قاعدين. بيقولوا ان دول اصلا بيبقوا السيدنتري لايف ستايل دي بتبقى بتاعت الناس الاولد ايج، الناس اللي فوق ال65 سنه وفوق ال70 سنه بيبقوا في العادي قاعدين ما بيتحركوش كتير. فاحنا اكيد مش عايزين نبقى كده، يعني احنا لسه في شبابنا، فانا يعني نتحرك بقى شويه، حتى لو 10 دقايق بعد الاكل، لو 10 دقايق بعد كل وجبه. بجد دي مهمه جدا ان هي تظبط سكر الدم، فهتبقى افكتيف جدا في مقاومه الانسولين. ولازم نمشي على الستبس كلها يا جماعه، مش نختار حاجه واحده بس ونمشي عليها ونسيب الباقي، لا. الحاجه الاخيره هي الصبر. لازم تصبر شويه، تصبر كتير.
علشان اللي انت مبوظه في 10 و15 و20 سنة هتيجي عايز تصلحه في شهر ولا شهرين ازاي؟ يعني بالعقل كده حاجة بايظة بقالها 20 سنة، هتيجي المكنة اللي بايظة بقالها 20 سنة دي اشغلها تاني يوم تشتغل؟ لا، ما طبيعي هتاخد بقى ان انت تقعد تشغلها وتشغل المحرك بتاعها وتحط لها زيت عشان تتحرك وتشتغل معاك، فهتاخد وقت. فاحنا كمان جسمنا مش هيبقى يلا يلا خلاص ده انا جهزت، لا، احنا مبوظين بقالنا 20 سنة، فاحنا هنصبر شوية عشان نلاقي نتيجة ونبدأ نصلح. مفيش حاجة مش هتتصلح بس هتاخد وقتها. طيب ليه؟ علشان مقاومة الانسولين ده ميتابوليك ديزيز، عندي مشكلة في الحرق. ف زي بالظبط ما يكون حد كده راكن عربيته بقالها فترة فهينزل عايز يشغلها او يروح بيها مشوار كمان يومين، فتلاقيه بينزل قبلها بيومين كده بيدورها شوية بيسخنها شوية. محدش بيبقى راكن عربية ويروح نزل واخدها مشغل يلا نمشي، لا خالص، بيبقى علشان حتى من الوقت للتاني بينزل يشوف يشغلها ويفصلها عشان يشوف المحرك عشان ما يحصلش فيها اي مشكلة. نفس المشكلة بالظبط في الجسم، احنا لازم نقعد نهيئ الجسم انه احنا بنصلح اللي حصل. فحتى لو ناس بتعمل دايت، ممكن بعض الناس يجوا في الاول كده يبقوا في مرحله ثبات، حتى هما بيعملوا دايت يبقوا ما بينزلوش في الجسم عادي، انت كده بتهيئ جسمك للنزول اللي هتحصل. فوانس ان انت بجد عالجت مقاومه الانسولين وعملت كل الخطوات دي، هتلاقي جسمك بعدها اول ما يخف هتلاقيه بينزل بسرعه، مش هيبقى في مرحله ثبات او هينزل ببطء. فالموضوع بس محتاج صبر ومحتاج التزام. وبس دي كانت حلقتنا النهارده، متنسيش تعملوا لايك، فولو، سبسكرايب. فولو لو انتوا بتشوفوا الانستجرام، سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. واستنوا فيديوهات كتيره. لو حد عنده اي مشكله يكتب لي في الكومنتس، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيره الفتره الجايه.